أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم نتابع هذه الحلقة من برنامجنا صباح المحروسة. بعد ما تابعنا مع حضراتكم افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكبرى شركات البتروكيماويات وإنتاج الإيثيلين في الشرق الأوسط، يمكن إضافة جديدة بتضاف للقطاع الصناعي والإنتاجي في جمهورية مصر العربية. بنتمنى كل التوفيق لكافة القطاعات الإنتاجية في مصر إن شاء الله، وأن تعود بكامل قدراتها وطاقتها على الإنتاج وتوفير فرص العمل لشبابنا شباب مصر في القطاعات الإنتاجية المختلفة. بنتابع مع حضراتكم هذه الحلقة من برنامجنا صباح المحروسة، ولقائنا مشاهدينا الكرام من داخل الاستوديو مع الأستاذ الدكتور أحمد الشامي، المدير التنفيذي للمعلومات ونائب مدير مركز التطوير الجامعي للتعليم بجامعة قناة السويس. أهلا بحضرتك معنا دكتور أحمد، كل سنة وحضرتك طيب. دكتور أحمد، يمكن مكاتب التنسيق في هذه الأيام جهد كبير بتقوموا به خلال هذه الفترة لاستيعاب رغبات واحتياجات أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم أيضا، مش على قد الطلاب بس، وتحقيق أمنياتهم ورغباتهم في الالتحاق بكليات معينة من خلال العاملين داخل جامعة قناة السويس من أعضاء هيئة التدريس ومن موظفين أيضا وقطاعات مختلفة بتقوم على خدمتهم خلال هذه الفترة. عايزين نلقي بعض الضوء على هذا المجهود ومزيد بقى من التفاصيل حول المشاكل المختلفة اللي بتتعرضوا ليها يوميا داخل مكاتب التنسيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بشكر القناة الرابعة على استضافة البرنامج صباح المحروسة. ده شرف لينا دكتور. والحب انوه انه الحقيقة احنا قبل يعني امتحانات الثانوية العامة واحنا بنجهز في استعداد لجامعة على قدم وساق سعادة الأستاذ الدكتور ممدوح أستاذ غراب رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لقطاع شؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور صلاح فؤاد بكاوي المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات ومركز تطوير الجامعة، والرئيس مكتب التنسيق، ومع قطاع كبير قوي من العاملين بالجامعة، النخبة متميزة من الزملاء ومن قطاع الخاص بالأنشطة الطلابية وقطاع خاص بالمدخل البيانات. الحقيقة كوكبة متزامنة مع الفريق الطبي مع فريق الدعم الخاص بالأمن الجامعة، كل ده شكله منظومة عمل متكاملة، فريق عمل متكامل الحقيقة، واجتماعات كانت مكثفة للوقوف على استعداد لتقديم الخدمات للطلاب على أكمل وجه ممكن. بعد ظهور المرحلتين الحقيقة الثانوية العامة في مصر بتنقسم إلى 3 مراحل. بالنسبة لعمل التنسيق، الحقيقة التنسيق بيتم إلكترونيا من سنوات على موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بمصر اللي هي موجودة بالقاهرة. الموقع ده الحقيقة يعني، ودي معلومة بحب أكد عليها، إنه ليس بالضرورة الناس تتقدم إلى الجهات الرسمية الخاصة بالجامعات أو مكاتب التنسيق المختلفة. لا، أنا ممكن أقدم رغباتي الخاصة بالثانوية العامة من أي يعني وحدة أو منشأة أو في البيت أو في أي مكان بيوفر خدمة الإنترنت، بحيث أن أكون أدخل على موقع التنسيق. طيب، احنا قبل كده نقول انه الناس بتيجي ليه لمكاتب التنسيق، الحقيقه في ثقه كبيره جدا موجوده متواجده ما بين يعني اولياء الامور وما بين قطاع الجامعه بشكل جيد. الخدمه اللي احنا بنقدمها الحقيقه بدايه من توفير وسائل نقل من بدايه بوابه الجامعه لغايه مكاتب التنسيق المختلفه اللي هي بتتم على مرحلتين. المرحله الاولى اللي هي تسجيل الرغبات اليدويه لطلاب بمساعدة ناس متخصصين، عشان يعني بيبقى استفسار أولياء الأمور تبقى مهمة في الحتة ديت. ثم ينتقل إلى المكان المتواجد فيها عندنا مركز تطوير اللي بيحتوي على 3 معامل مجهزة، كل معمل فيه حوالي 25 جهاز بيشكلوا يعني خدمة متميزة للدخول التسجيل الإلكتروني بمساعدة برضه متخصصين. الحقيقة الطالب بيبقى لغاية يعني بيعدي المراحل دي كلها لغاية ما يحصل على الخدمة ويتم بطباعة رغباته.
وبعد كده بيتم الانصراف بنفس الطريقه، وسيله مواصلات متواجده في الجامعه لغايه بوابه الخروج. يعني خدمه. دكتور احمد انا عايز في الحته دي نبدا من البدايه. دلوقتي جاي ولي الامر ومعاه ابنه او بنته ودخل بالتاكسي، نزل على بوابه عثمان في جامعه قناه السويس، البوابه الرئيسيه. تمام. هو بينزل عند بوابه عثمان بيلاقي انه في وسيله نقل عندنا اللي هي طفطف دي، الجامعه موفراها. بيركب وسيله المواصلات بتوصله لغايه المبنى الرئيسي الخاص بالتسجيل اليدوي. ولازم يركب وسيله المواصلات علشان هي بعيده شويه، مش قريبه ان هو يوصلها ماشي. المسافه من البوابه لغايه الحر طبعا صعبه يعني. فاحنا في شهر 8 وفي شهر 7 الحقيقه، فديت حاجه خدمه مميزه يعني. المكان اللي متواجد فيه التسجيل اليدوي الحقيقه بالشرف الاستاذ الدكتور محمد شجرطف اللي هو المشرف على التسجيل اليدوي، في معاه نخبه متميزه جدا من المتخصصين الخاصه بعمليه التدخين، اللي هم يعني بيدوا اراء صائبه للطلاب اولياء الامور، بيسيرهم عليهم كيفيه كتابه الرغبات بتاعتهم. تمام. يعني هم دكتور احمد هيركبوا وسيله المواصلات، هينزل قدام المكان، يعني هو مش محتاج يسال ولا يعمل اي حاجه، هي هتوديه لغايه المكان اللي هو عايز يروح. بالظبط. بعد ما يخلص الرغبات اليدويه بيكتب الاستماره بتاعته، بتبقى مختومه يعني مجهزه. هو بيجيب معاه ايه؟ اوراق شهاده النجاح الخاصه بالثانويه العامه ما يثبت ان هو من المرحله ديت، زائد رقم 2 اللي هو مثلا اللي هي مثلا يا اما بطاقه شخصيه او شهاده الميلاد اللي هو بيثبت ان هو صاحب الشخص يعني. طب دكتور احمد سؤال في هذه الجزئيه، ابنائنا الطلاب اللي هم كانوا مرتبطين بمشكله التابلت ومش التابلت وما ينفعش ياخد الشهاده بتاعته وما الى غير ذلك، احنا كنا من خلال برنامجنا نشدنا السيد وزير التربيه والتعليم، والحمد لله كان في استجابه من سيادته ومن الوزاره بالغاء شرط التابلت وقصه التابلت والمشكله عشان يحصل الطالب على شهاده الثانويه العامه. حصل في تخلفات نتيجه لهذه القرارات ولا الدنيا ماشيه كويسه؟ انا هقول لحضرتك، انا يعني كان عصرت مشكله زي كده من احد اولياء الامور، ان هو اشتكى ان هو اللي في عنده مشكله ان هو استلم تابلت من الثانويه ومش عايزين يديله الشهاده. الحقيقه دي المشكله دي لا تخص الجامعه بشيء. انا فاهم انا قصدي ان هل اثرت على الولاد ان هم يقدموا؟ لا في حالات جت عند حضرتك ما قدمتش؟ ما انا هقول لحضرتك لسه السيناريو الجاي ان شاء الله. احنا دلوقتي الثانويه العامه عندنا 3 مراحل، المرحله الاولى والمرحله الثانيه، ودي تم الانتهاء منها تماما، وتبقى المرحله الثالثه. احنا من النهارده اللي هو يوم السبت اللي هو 13 على مدار 4 ايام لغايه يوم الاربعاء يعني بيتقدم الطلاب المتخلفين عن هذه المراحل اللي هم ما سجلوش، يعني بنديهم فرصه اللي هو من يوم السبت لغايه يوم الاربعاء، يعني الاسبوع ده اسبوع كمان. طبعا كانت المشكله دي كانت يعني مشكله انا عرفتها من فتره، فطبعا كانوا حلوها يعني بحيث ان هو الطالب يجي معاه استماره النجاح. تمام. فيبقى احنا في ما ينفعش يقدم من غيرها، انت مش هتقبل منه ورق من غيرها. مش كده، هو مش هيدخل على الموقع الا بكتابه رقم الجلوس والرقم السري، وهذا الرقم السري لا يكون موجود الا على استماره النجاح، الاستماره بتاعت النجاح بس. والا مش هيتقدم اي رغبات، فهي دي الشرط. فيبقى انه الفرصه بقى موجوده ان احنا الاسبوع اللي احنا فيه دوت اللي هي بعد انتهاء المرحله الثانيه حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هم الطلاب اللي هم تخلفوا سواء في المرحله الاولى او الثانيه عن تقديم رغباتهم في الموقع، فيبقى فرصه ان هم يقدموا في الاسبوع ده اللي احنا فيه ده بدايه من اليوم. النهارده موجودين، احنا النهارده السبت في شغل، النهارده السبت والحد والاثنين والثلاث والاربعاء. النوع الثاني من الطلاب اللي هم استنفذوا رغباتهم. الحقيقه السنوات السابقه كان كل طالب يسجل حوالي 48 رغبه، لكن بنفاجئ ان 48 خلصوا ومجموعه لم يؤهله لواحد من 48. السنه دي معقوله يا دكتور؟ انا هقول لك تيجي ازاي. السنه دي الرغبات زادت الى 60 رغبه مش 48 اول مره. ليه؟ لان في عندنا كليات جديده فتحت، زي مثلا في الجامعه بتاعتنا كليه الألسن وكليه التربيه الرياضيه، فعدد الكليات المتاحه اصبح كبير، فيبقى بندي فرصه علشان نقلل المشكله دي ان الطالب يستنفذ رغباته كامله، ان هو يكتب 60 رغبه. طب هو استفادوا بايه؟ مثلا لو طالب في المرحله الاولى اللي هو جايب مثلا 94 او كده، يوم كانت مثلا كل القطاع الطبي ياخدوا منه 15، طب الاسنان، الصيدله، ومجموعه الحقيقه زي ما شفنا كده في التنسيق مثلا من 98 و8 من 10 حاجه زي كده 97، فيجي يوصل على 94 نفسه خلص رغبات كتيره جدا ولم
يصيب له الضوء في اي وقت، ده من حقه ان هو يقدم تاني مره تانيه، وطبعا بتبقى بالنسبه له على ضوء النتائج المعلنه في كل كليه يقدر يكتب رغبات. في المره الثانيه بتبقى اكيد بيحصل على واحده منهم. المرحله الثالثه اللي هي هتبدا بعد نهايه الاسبوع اللي احنا فيه دوت، اللي هو ثواني كده يا دكتور احمد. يا حضرتك انا دلوقتي في المرحله الاولى ما عنديش حد للكليات بتاعتي ومش عارف كل كليه هتاخد كام. تمام. انا 94 مثلا زي سيادتك ما قلت. تمام. فانا هاخد كل كليات القمه هحطها كلها ورا بعضيها، فما قصدنيش الدور فيها. تمام. فبالتالي تم استبعاد كل هذه الكليات من المره الثانيه اللي انا هاجي اقدم فيها. تمام. فبالتالي الكليات اللي انا هحطها في المره الثانيه اعتقد كده اجباري بقى لازم حاجه تجيلي يعني. طبيعي. عشان كده ايه، احنا دايما في الاسبوع اللي احنا فيه دوت المرحله الاولى والمرحله الثانيه بتبقى نتيجه معلنه، الاثنين مرحلتين، ومعروف كل كليه اخذت قد ايه. فيبقى في فرصه ان المرحله الثالثه الطالب هيكتب طبقا لمجموعه هيكتب كليه هيبقى فيها اكيد يعني. عشان كده مفيش مجال تاني ان هو ينفذ المره الثانيه، صعبه جدا. انا في الجزئيه دي برضو انا يعني انا عشان انا اساسا كمبيوتر ساينس يعني في علوم حاسب، فانا عارف البرمجه بتتم ازاي في القصص دي. يعني انا كنت بفضل انه بدل ما نكتب مثلا كليه الطب الاسماعيليه، طب الزقازيق، طب نكتب مثلا 15 طب، يبقى نكفي طب بس مره واحده. كليه الطب او كليه الصيدله او كليه، بغض النظر عن فين ما يكتبش اسمها. لا انا مش بتكلم بطبع هيعمل، انا بتكلم اقتراح يعني. ممكن السنين الجايه ممكن يتم بيها القصه دي. بحيث ايه، ان احنا معروف حاجه اسمها قواعد جغرافيه، يعني الطالب بيقبل في الكليه طالما في المكان اللي هو حصل منه على الثانويه العامه، مش مكان عنده بيت فيه، لا سواء شهاده ثانويه عامه مصغره منين، من الاسماعيليه، يبقى يقبل في كليه من الاسماعيليه مثلا. هنا في هذه الجزئيه يا دكتور، انا عارف ان هي طبعا مش اختصاص حضرتك، لكن انا عايز استزيد بس معلومات في هذه الجزئيه، والساده المشاهدين برضو يبقوا فاهمين معايا. تمام. ما هي الجدوى من تخصيص الكليه؟ يعني هل هناك جدوى؟ زمان كنا كلنا بنخش نقدم في الثانويه العامه، انا وحضرتك وغيرنا وكل الاجيال اللي في السنوات اللي فاتت قبل موضوع التنسيق الالكتروني ده. تمام. كان كله بيقدم في اي حته، مجرد انك انت مجموعك بيجيب لك كليه الطب، تمام، ممكن ما تاخدش طب القاهره، ممكن تاخد طب طنطا، ممكن تاخد طب اسيوط، طب اسوان، ايا من كان مسمى الكليه، فممكن تقبل في اي محافظه ثانيه، ما انت ابن من ابناء مصر والجامعه دي بتخدم ولاد مصر كلها. ليه تحديدا ان انا امسك في الحته دي واقول لازم بالعنوان؟ طب انا مش هتجيلي كليه الطب في الجامعه اللي انا فيها عشان خدت من مجموع عالي، طب انا ممكن كليه ثانيه، كليه طب ثانيه في حته ثانيه تاخد مجموعي، ما تدينيش الفرصه دي ليه ان انا اروحها؟ طيب ما هي دي المشكله محلوله في النظام الحالي. ازاي؟ اولا انا في الغالب لو انا عايز اختار كليه زي كليه الطب مثلا، بيفضل اكتب كليه الطب طبقا للموقع الجغرافي. بمعنى ايه؟ احنا مثلا في اسماعيليه الموقع الجغرافي بيتيح الا طب اسماعيليه مثلا، اذا في طب في بورسعيد، اذا في طب في السويس. 3. وبعد ده القطاع بيسموه الف. باء اللي هو قطاع باء اللي هو الزقازيق، بنها، المنصوره. القطاع اللي هو الموقع الجغرافي رقم اللي هو المرحله الثانيه. جيم اللي هو باقي المحافظات، بحري وقبلي. فاحنا بنعمل ايه؟ المفروض ولي الامر بعرف كده، او الطالب نفسه بعرف هو بيكتب رغباته، لما يكتب كليه يكتب كل كليات ابداع من موقع جغرافي وبقيتهم كلهم 15 ورا بعض. بمعنى ايه؟ اي كليه فيهم قابلت مجموعه، مثلا انا من اسماعيليه قابلت مثلا في طب اسوان مثلا، ممكن تجي لي طب اسوان، ليس بالضروره ان انا اروح اسوان. احنا بقى بنعمل ايه في المرحله ديت؟ بنعمل ما يسمى بتقرير الاغتراب. يعني ايه تقرير الاغتراب؟ ان انا بدخل تاني على الموقع وبعدل رغبتي ان انا عايز طب الاسماعيليه عشان الموقع الجغرافي اللي عندي قرب لي، بدل ما اروح اسوان هروح اسماعيليه. وبالتالي بغض النظر عن الحد الادنى اللي قابلته اسماعيليه، لو مجموع حتى انا بالنسبه لي اقل، هتقابل في التقرير الاغتراب طالما في نسبه ال 10% اللي محددها الوزاره، اللي هي تحويلات ما بين الكليات المنظمه. طب معلش يا دكتور احمد، سؤال في هذه الجزئيه. وهو بيفرض نفسه. انا دلوقتي دي كليه الطب، تمام، اسمها ايه؟ كليه طب، تمام، في اسماعيليه، في السويس، في اي محافظه من محافظات مصر ايا كان مسماها، تمام. خدت من مجموع زياده نص درجه، خدت من مجموع اقل نص درجه، خدت من مجموع اقل درجه، تمام. انا ليه ما وحدش المجموع بتاع كليات الطب كلها في مصر كلها؟ ليه ما وحدش مجموع كليات الهندسه في مصر كلها؟ يبقى انت عايز تخش هندسه، مجموع هندسه من كذا، هنقول طبقا لاحتياجات الكليه من عدد الطلاب، هي عايزه عدد كذا ومش عايزه عدد كذا.
انا ليه ما انا عندي التنسيق، ما انا اقسم، انا يعني انا ابقى كتنسيق حكومي انا اللي اقسم، اقول هنا يروح كذا هنا يروح كذا طبقا للعناوين بتاعتهم وللسكن بتاعهم، وانا تلافى الاغتراب ده من عندي. ما اقعدش اوجع دماغي بقى في تحويلات بعد كده، وان انا يعمل مرحله تانية زي ما سيادتك قلت كده، واستماره تانية ان انا اعدل التقديم الاولاني واحول للكليه اللي خدت المجموع بتاعي، ونرجع تاني ونناشد سياده الوزير ونقول له افتح التحويلات للناس. تمام. لان السنه اللي فاتت كان عندنا مشاكل، مش هقول لحضرتك لغايه فين وصلت ان انا على الهواء بنناشد السيد رئيس الوزراء وبنناشد السيد رئيس الجمهوريه وبنناشد الدنيا كلها، لان كانت ناس ظروفها وامكانياتها الماديه على قدها بالبلدي كده ما كانتش لاقيه تاكل. ده الكلام اللي اتقال لنا يعني. انا ما عنديش مصاريف ان انا اودي ابني في كليه في اسكندريه، في حين ان في بورسعيد نفس الكليه موجوده وممكن تقبله. ايه اللي يوديني اسكندريه ويغربني واروح اجيب ورق الولد اللي مكتب التنسيق بعته على هناك عشان اجيبه هنا تاني الجامعه، ولازم اخد موافقه رئيس الجامعه هنا ولازم اخد موافقه رئيس الجامعه هنا. يعني لفه كبيره يعني. لا بس احنا يعني انا ما بقولش كده، هو لا هي ايامنا السنه اللي فاتت كان ده الكلام اللي احنا عشنا فيه يعني. الموضوع مش كده ابدا، الموضوع ابسط بسيط ومحلول. انا بقول مثلا لو انا قابلت في اسكندريه ممكن اجي اسماعيليه، حتى المجموع بتاعي ما يجيبش اسماعيليه بس اجيب بالتحويل اللي هي تغيير الاغتراب. يعني ده موجود على الموقع. وبعدين الطالب او ولي الامر مش هيروح اسكندريه زي ما كنا بنعمل زمان ايامينا احنا مختلفه. يقدم لا كله على الموقع الالكتروني. يعني احنا بنقدم التقديمه ديت على الموقع الالكتروني، والتحويل برضه على الموقع الالكتروني. كله ما اتحركتش. اول ما جه الترشيح النهائي ان انا قبلت في كليه كذا، خلاص في الحاله دي بقى اروح اقدم اوراق الكليه ديت، لشهاده النجاح والصور والى اخره، اللي هي الاوراق اللي هو مطلوبه علشان اسجل في الكليه نفسها. لكن دي محلوله ان احنا بالعكس، ده احنا اولا تنوع المجاميع بيبقى عرض وطلب بالنسبه على الطلاب في كل محافظه. ده اللي بيحكمنا. رقم 2 احنا بنحل ايه؟ ده لما بيبقى في تبادل، بتاع اسماعيليه هيروح القاهره وبتاع القاهره يجي اسماعيليه، التبادل الاثنين دول مع بعض تقريبا بيغطوا ال 10%. ففي الغالب هتبقى انت موجود في مكانك اللي انت مش عايز تقرب عشان تقلل المصاريف وتقلل التكاليف والحاجات دي كلها عملناها حتى مع اولادنا احنا. جميل. فهي القصه. انا بس كنت بقول ايه، انا يعني احنا بدل ما كنا الناس تقعد تكتب 60 رغبه كويس وتقعد تفنطها كده كلها نيجي مره واحده كويس، وبعد كده احنا السيستم كله تخلف عن الامتحان وغاب بس. فهذا الطالب مثلا هيمتحن في ماده واحده مثلا وممكن يجيب مجموع عالي. دي بتبقى حالات نادره بس يعني موجوده طبعا ممكن تحصل. ده في الحاله ديت هيتقدم مع المرحله الثالثه كما لو انه نجح حدود تاني، وحسب مجموعه التنسيق هيبتدي يوزعه طبقا للحد الادنى اللي قابلته بالكليات. يعني هو برضه يكتب طبعا هو عنده فرصه لان هو عارف مسبقا الحد الادنى اللي قابلته كل كليه. يعني القطاع العلمي اخذ كام، القطاع الادبي اخذ كام، وهكذا. فبمنتهى البساطه ان هو يعني يعرف عنده مؤشر كده ايه اللي ممكن يقبل فيه. يعني الكليات يا دكتور احمد اللي هي بتاعت المرحله الاولى ما قفلتش على اللي خدتهم وخلاص. لا موجود، لسه مفتوحه. احنا لسه بنقول لسه في تحويل بين الكليات منظم دلوقتي الاسبوع اللي احنا فيه ده. فبغض النظر حتى عن الحد الادنى، لكن كل جامعه بتبقى محدده الاعداد. يعني الاعداد دي بتبقى محدده المجلس على الجامعات، كل كليه بتبقى محدده اعداد معينه بيقبلوا فيها هذه الطلاب. هنرجع تاني للجامعه. يعني احنا كده 3 مراحل هينتهي ان شاء الله. تتبقى بعد كده يعني ايه الخدمات احنا ممكن نقدمها بعد كده، اللي هي الشهادات طبعا الدبلومات الفنيه اللي هي نظام ال5 سنوات. وكمان بالنسبه للشهادات المعادله اللي هم حاصلين على الثانويه العامه من دول عربيه خارج مصر، يعني دول بيقدموا في مركز رئيسي على حسب الجدول المعلن. طبعا تقريبا بدأوا امبارح يا دكتور ولا بدأ يوم 13 اعتقد. انا في يعني الجدول اللي هو المعلن بالنسبه النهارده اول يوم السبت النهارده اول يوم صح. بالنسبه للسعوديه بنين. بعد كده هم بيسحبوا ملف اليوم، يملوا الملف دوت بياناتهم، وبعد كده بيسلموه بعدها بيومين، يعني يوم 15 النهارده 13 15 يسلم. يعني دول ما بيدخلوش الكتروني.
دول بيبقوا تقديم يدوي في القاهره، لانهم ما عندهمش رقم سري وما عندهمش استمارتهم مالهاش دعوه بتاعتنا، مش زي بتاعتنا. وبعدين من دول مختلفه، يعني عندنا هتلاقي الجاليه العربيه موجوده في السعوديه، في كل دول العالم، في غالبيه دول العالم. فدول ليهم تنسيق خاص بالمكتب الرئيسي، بيوفر لهم يعني الخدمه ديت، وبيسحب ملفات، وبعد كده بيبتدي بقى طبقا للجدول. طبعا الجدول بيريح عشان ده اللي هو موقع دكتور احمد في جامعه القاهره. جامعه القاهره، تمام، امام الجامعه في المدينه الجامعيه تقريبا، اللي قصاد الجامعه على طول. بالظبط كده. مكتب التنسيق معروف في جامعه القاهره، اللي بيسحب منه يعني اللي هي الملف، بيسميه ملف التقديم التنسيق، وبعد كده بيقدمه في الجدول المعلن، مثلا على حسب بقى كل دوله كل ايه لها يوم معين مثلا. تمام. السعوديه طبعا بيبقى لها يومين للولاد، والبنات بياخدوا يومين، يعني سبت وحد للولاد، 2 و3 للبنات، وهكذا بقى بالنسبه لبقيه الدول. الامارات يوم الاربعاء، الكويت يوم الخميس، الاردن وسلطنه عمان يوم الجمعه، قطر واليمن والبحرين يوم السبت، والسودان وليبيا يوم الاحد. ده استلام الاوراق، وبعدها بيومين بيبتدي يسلم. دكتور احمد معلش انا هتقل على حضرتك. ممكن نقول الجدول ده كده بالتفصيل لاولادنا، عشان اللي بيتابعونا خارج مصر يبقوا عارفين مواعيدهم ايه، ويجوا ازاي ويعملوا ايه. هنقول بالتفصيل كده. احنا عندنا اللي حصل على الثانويه العامه من السعوديه بنين، عنده يوم السبت والاحد 13 و14 اللي هو النهارده وبكره 13 دول ولاد ايا كان مجموعهم. هو طبعا مع ناجح، هو ناجح بس ايا كان مجموع، يعني ايا كان مجموعه. لو هيسحب يوم ال 13 السبت النهارده، يسلم الدوسيه يوم 15/8. تمام. كويس. لو يسحب يوم 14 يبقى يوم 16، يعني بعدها بيومين. بالنسبه للبنات اللي هم ثانويه عامه بنات، طبعا السعوديه فيها تعليم بنات منفصل عن الولاد، يعني بيبقى ليهم حتى مناهج مختلفه. لو يوم البنات السعوديه بنات يوم 15/8 يسحب الاوراق ويسلمها يوم 17. لو هيسحب يوم 16 يبقى يوم 18، يعني بعدها بيومين. تمام. وبيبقى مطلوب منه وهو رايح معاه شهاده الثانويه العامه بتاعته اللي تفيد نجاحه، بالظبط كده، بطاقته او جواز السفر بتاعه. طبعا شهاده في الغالب بيبقى جاي موثقها، يعني كده، يعني دلوقتي عارفينها، بتبقى شهاده الثانويه العامه من السعوديه موثقه من الخارجيه، وعلى اساس انه تبقى رسميه يعني. بيجي معاه ما يثبت طبعا، ممكن صور من جواز السفر، الصور الشخصيه، الحاجات دي كلها هيبتدي من البيانات ويسلمها في يعني في نفس المكتب، يعني هياخد من نفس المكتب ويسلمها في نفس المكتب. وبيبقى له رسوم طبعا رمزيه في رسوم، انا ما اعرفش كام رمز يعني، بس كانت من سنتين 400 جنيه او 500 جنيه اعتقد كده، كانت من فتره. احنا مش هنقول فيها، بس يبقى عامل حسابه عشان بس الناس اللي تسافر ما يروحش القاهره مخصوص وكده. يعني يبقى معاه فلوس برضه في جيبه احتياطي، يعني عشان ما يرجعش ما يتورطش في حاجه يعني. بقيه الدول الامارات يوم الاربعاء 17/8، تبدا من يوم الاربع اللي هم حاصلين على الثانويه العامه من الامارات العربيه المتحده يوم 17/8 ويسلمها يوم 19/8. الكويت الخميس يوم 18/8 ويسلمها يوم 20/8 بعدها بيومين. تمام. الاردن وسلطنه عمان يوم الجمعه، يعني عشان الجمعه شغالين برضه، يوم 19/8 ويسلمها يوم 21. قطر واليمن والبحرين برضه يوم السبت 20/8، يعني الاسبوع الجاي زي النهارده، ويسلمها يوم 22. يعني دايما التسليم عليها بيبقى شوف عنده فرصه يملى، يراجع ورق ويملى بيانات ويفكر ويظبط نفسه. السودان وليبيا يوم الاحد 21/8 وبيسلمها يوم 23/8. اي حد بقى يتخلف في كل الجدول ده اللي فات يبقى عنده فرصه برضه، اللي هم يوم الاثنين لغايه الثلاث، يعني الاثنين والثلاث، لا حد يتخلف عن ميعاده ان هو يقدم يوم الاثنين والثلاث. ده كده يا دكتور دي كل الدول العربيه اللي جنبينا في الغالب. يعني مفيش دوله نسيناها مثلا، مفيش دوله مش موجوده، لا او كلام من ده. تمام. الحاجه الثانيه برضو احب اقولها، اللي هي برضو احنا عندنا تنسيق بالنسبه للشهادات اللي هي الدبلومات الفنيه، اللي هي دبلومات الصناعه والزراعه والتجاره اخره. دول برضو ليهم تنسيق الماشي الحالي دلوقتي، حسب طبعا الموقع التنسيق الالكتروني الرئيسي، بيتم اعلان على مرحله 5 سنوات. هيبتدي تقديم رغباتهم بس بنظام 5 سنوات. دول مسموح لهم ان هم كمان ان هم يقدموا في كليه التربيه الرياضيه او التربيه الفنيه، بس مش شرط ان هم يكونوا نجحوا في اختبار القدرات اللي تم قبل كده او اللي يتم اعلان عنه قبل كده. فاللي عايز اقوله برضو مهم، انه الموقع التنسيق الالكتروني اللي هو اللي بتتيح الوزاره، الحقيقه في كل المعلومات، في كل الارشادات، الحاجات اللي يعني لو حد من الساده المشاهدين ما كانش سامعنا دلوقتي وحابب يستزيد من المعلومات ديت، ممكن يدخل على الموقع دوت، في كافه التعليمات الموجوده.
الخدمه اللي احنا بنقدمها في الجامعه ان احنا المساعده. الناس بتحب، هنا في نوعين من الناس بيحبوا يقدموا في الجامعه عندنا، اللي هم يحبوا ان هم حاجه تبقى رسميه، ويبقى عندهم ثقه كده ان الحاجه بياخدوا من حاجه رسميه. لكن ده والاجمل يا دكتور، يعني معلش الجامعه بتديك ثقه بالظبط، ومركز تطوير التعليم لما بتقعد في وسط ناس فاهمه عارفه هي بتعمل ايه، فبالتالي انت بتلاقي اللي يجاوبك على كل سؤال، غير لما تاخد ملف تقعد تتوه في الورق انت مش عارف دي ايه ولا دي ايه. تمام. الحاجه الثانيه برضو المهمه انه لازم رغبه الطالب يكون عايز ايه بالظبط. يعني انا طبعا احنا بنقول الطلبه مع اولياء امورهم مع بعض بيقعدوا مع بعض وبيتفقوا على الرغبات، بغض النظر عن ايه بقى الرغبه ديت، هل هي يعني هو عايزها ولا مش عايزها. احنا طبعا بنقابل نوعيات مختلفه من الناس فكرهم مختلف، انهم اي حاجه مثلا، فاي حاجه ديت اي حاجه دي ده ولو جبت له حاجه ممكن يقول لك لا مش عجباني دي. رقم 2 انا بفضل يعني ودي رايي شخصي يعني، اي كليه طالب ياخدها حاببها يتخرج منها يعمل احسن من اي كليه قمه لا يعمل. طبعا ده اساسي. لازم الواحد يحط اعتباره كمان يا دكتور في هذه الجزئيه تحديدا. بالزبط. يعني انا لما اطلع شغلي جاهز مستنيني غير لما اطلع اخد شهاده احطها في جيبي واعلقها على الحيطه. بالظبط. يعني انا ببقى يعني حزين قوي لما انا كل سنه بنلاقي مثلا بعض كليات القمه زي كليه التعليم والسويس مثلا بترول الناس خريجه منها اعرفها يعني ولغايه دلوقتي مش شغالين، ودي مش عايز اقول لك واخده كام يعني، واخده دي القمه دي كله بيجري عليها دلوقتي رقم واحد يعني. فانا يعني انا اللي عايز اقوله انه ممكن اكون انا محامي ناجح بعمل احسن من يعني مهندس لا يعمل مثلا او طبيب لا يعمل وهكذا. فدي حاجه من الحاجات المهمه. الحاجه الثانيه ان احنا يعني معالي استاذ الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعه وسعاده الاستاذ الدكتور طارق راشد رحمي اللي هو نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم وقطاع الطلاب، والدكتور صالح مكاوي اللي هو المدير التنفيذي لمكتب التنسيق، هي وكافه العاملين منظومه متكامله. الحقيقه انا بحييهم على المجهود اللي هم بيبذلوه، المتابعه المستمره لعمليه التنسيق، الوقوف على خدمات المواطنين، ودي حاجه مهمه عند كل اهلنا يعني. ان الطالب يعني بيحصل على خدمه في منتهى التميز. دكتور احمد الشامي المدير التنفيذي للمعلومات ونائب مدير مركز التطوير في التعليم الجامعي بجامعة قناة السويس، سعدنا بوجود سيادتك معانا النهاردة وبالمعلومات الجميلة والقيمة اللي حصلنا عليها من خلال وجود سيادتك معانا النهاردة. بنتمنى لحضرتك كل التوفيق، وما بنساش ان انا اتوجه لحضرتك بخالص الشكر انت وكل القائمين على العمل في هذا القطاع الهام جدا والحيوي لكل المصريين، لان ما فيش بيت النهارده ما فيهوش ثانويه عامه وما فيهوش طالب عايز يخش الجامعه، فانتوا دائما متواجدين لخدمه الناس دي. بنشكر الساده القائمين على العمل في جامعه قناه السويس، الاستاذ الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس جامعه قناه السويس، والاستاذ الدكتور طارق راشد رحمي، وكل قيادات جامعه قناه السويس اللي بيحاولوا ان هم دايما يمدوا ايديهم لابنائهم الطلاب، سواء بافتتاح كليات جديده تضاف للخدمه لاول مره في جامعه قناه السويس، او مساعده البيئه والمجتمع اللي احنا موجودين فيه من خلال الكثير من المجهودات المختلفه اللي احنا القينا ضوء صغير النهارده على جزء من الاجزاء الكبيره اللي بتقدمها الجامعه لخدمه وتنميه المجتمع. بنشكر حضرتك يا دكتور، بنتمنى لك كل التوفيق دايما ان شاء الله.